نفذ أعوان النقابات الأساسية للجباية والاستخلاص بوزارة المالية وقفة احتجاجية طلبوا خلالها بتسوية وضعياتهم المهنية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف. نحن ننفذ إضراب بيومين بعد أن استنفذنا كل الإمكانيات التفاوضية، وبعد أن انقلب علينا، يعني أقولها صراحة، انقلب علينا وزير المالية في تعهداته. النقابة دعت سلطة الإشراف إلى التفاوض معها بجدية حسب وصفها لتحقيق عديد المطالب المهنية لعمالة القطاع. أهم مطلب بالأساس هو نظام أساسي خاص لأعوان الجباية والاستخلاص بضرورة إدماج العملاء متاعنا. عندنا معناها المنحة هذه التحفيزية اللي هي مطلب زاد قديم وممضى معناها في اتفاقات. مطالب يقول النقابيون إن وزارة المالية لم تلتزم بتحقيقها رغم إمضائها اتفاقيات بخصوصها مع الهياكل النقابية. اليوم هي مناسبة ثانية من أجل التعبير على إصرارنا على تنفيذ مطالبنا وإقرارها من قبل وزير المالية. ولما دخلنا في التفاوض نجد صعوبات عسيرة جدا في إقرار هذا الحق. إضراب مفتوح دخلته نقابات أعوان المالية من أجل تحقيق مطالب تقول إنها ضرورية من أجل تحسين وضعية الأعوان.